الغيره، الحسد، الغل هو سبب الانسحاب من كاس افريقيا. وهذا سبب الانسحاب اللي داروه هادو القنوات ديال الزيكو اللي راهم كوما يصاوبوا هذه البروباغندا، غير باش يشوفوا النمط ديال الشعب. يا ودي غير انسحب، ولكن الغيره والحسد والغل هو اللي خلى المنتخب الوطني غادي يضيع احسن كاس افريقيا على مر التاريخ. شوف البروباغندا اللي قالوا ديال الملاعب ما واجدينش، قالوا المغرب ما جاهز، كل شيء هذاك انا كان عندي الخبر هذه تقريبا واحد 7 شهور ولا بانه المنتخب الوطني ما غاديش يشارك في كاس افريقيا ديال المغرب. اقسم لكم بالله الا قلتها انا هذه شحال قلت المنتخب الوطني محالش وغادي تكون انسحاب. ولكن درك تيقنت بانه الغيره والحسد والغل هي اللي خلات يضيعوا على هذا الجيل كاس افريقيا القادم. السبب غادي يقول لك غادي نمشيو نلعبوا كاس العرب وكاس العالم قريبه وما بغيناش نضيعوا يعني شفت الافكار البليده. اول حاجه لو كان خلاو هاد لاكوب دافريك اللي غادي يلعبوا في المغرب تحضير لاكوب دو مونديال 2026 مليحه، ولكن هما شو افكار ديال هاد المسؤولين ديال الرياضه اللي الاغلبيه ديالهم ما عندوش افكار، ما عندوش في راسو، خاوي في راسو. انسحب قالوا له انسحب ينسحب، قالوا له انسحب ايوا نبقاو حنا بلا كوره. يعني حنا رحنا اي حاجه كانت في المغرب نسحبوا لا كوب دو موند 2030 كيفاش ندير؟ نسحبوا من لا كوب دو موند 2030 ما نشاركوش، ولا حنا في المجموعه نطيحوا في المغرب ما نمشاوش. شوف الخل والحسد والغيره فين تخلي بنادم يوصل. انا تيقنت مليون في المليون ما كاين حتى شي صراع الا هذا الصراع الوحيد اللي راه واقع ما بين المغرب والجزائر هي الحسد والغيره والغل. السلام عليكم. انا راني نهضر شوف انا غادي نلخص ما نهضر في الرياض ما نجيش نعاود نخاف في الرياض بصح الحاجه الكبيره اللي وقعت في الرياضه في هاد السنين طواله المغرب هرب مشى رابع عالم من نهار تاهل الكاس نصف نهائي كاس العالم، وهي الغيره والحسد لداخل، هي التكلاطه لداخل. هذيك نصف نهائي كاس العالم وراكم شفتوا الفضائح يديروا منتخب اسبانيا نهزم على الهواء، يديروا منتخب البرتغال نهزم على الهواء، يعني باش كانوا يمهدوا باش يخليوا هذاك الوسخ وهذاك ديما هذاك المرض. يعني انا ما خاصنيش نكتب اسم المغرب، اسم المغرب يخلعني، اسم المغرب هذا داير لي كولي لا خويا. هذه كره القدم، شباب طالعين عندنا ولادنا طالعين يعني ما تخليوناش نقولوا شي حوايج اللي غادي ندموكم عليهم. حنا مش بيننا وبين المغرب اخويا، المغرب شعب طيب ودوله طيبه وناس ملاح والسلام عليكم. عاونونا في كل بلاش وخليونا غادي نبقى ندخل علينا نهضر غادي نرول الهوا ديال الكلب. نتوما جايين تنسحبوا علاش باغيين تنسحبوا؟ علاش؟ واش نسحبوا عطيونا قنعونا في سبب المغرب هذا عدو. واحد يقول لك المخزن هذا قوي في افريقيا هو يستعرض بالهزيمه، يعني هو منهزم الداخل ديالو يعني المخزن هذا قوي عليك اش قاعد وتهضر في البلاطو روح موت. انت تقول لي المخزن قوي عليا وانت تستعرض بالضعف ديالك ايوا بالله فمك. ولا شد السبحه وقول طفر صافي حنا مشينا وزيدوا. الناس قويين، الناس خدموا بلادهم، الناس راهم عندهم بنيه تحتيه قويه. ياك العباد ديالنا واش راهم يديروا الفاكونس ديال مراكش. البارح عطال كانت مطار لاطا ديال مراكش في احسن فنادق بالزليج وكذا منا والدنيا والالم. ما قدرتوش تكتبوا اسم المدينه اللي كان فيها يوسف عطال عطاطا وصيفي فين في المريخ. يعني هنا باش تعرفوا لكم ان الحسد والغل اللي راكبكم هذا هو اللي خلانا نمشيو نتشنوا بحر. بحر نتشنوه. انا اول مره نشوف التاريخ بحر يعني بحر نفتحوا بحر، يمكن كنا بالعينو غادي نفتحوا نتشنوه. انا ما فهمتش بحر يعني بحر الماء ما بغيتو نطلعوا خصنا نتشنوه. انا هنا صافي هنا القطار داخل السلوكات بلعولي تبلوكيت. كيفاش بغيتونا نزيدو قدام؟ واحد يمشيو يديروا لك المطار مغني واحد وتجي تقول لي نسحب انا ما نمشيش نشارك. لا ما فهمتش انا. اعطيني الاسباب اللي تخليك انا ما نشاركش في كاس افريقيا. واش غادي يتعداو علينا؟ ياك غادي ممكن عاد كانوا غادي يساعدونا الجمهور ديالهم ويرحب بك، ولكن حنا اسباب الاغلاط ديالنا. حنا مشينا في الشان واش درنا في الافتتاح ديال الشان؟ حنا واش درنا في كاس افريقيا الاخيره اللي حرقنا لهم اعلامهم وكذبنا؟ نقولوا الحقيقه انا ما نكذبش. ياك حنا مشاركين في الفتنه هذيك، يعني خفنا يمكن يمشيو يديروا لنا شي حاجه. يعني وعلاش مشينا حرقنا الاعلام ديال الفتنه؟ وعلاش حنا مشينا تدينا عليهم؟ ولا خلينا نخرجوا تما وتولي يقول لك شوف جراو علينا من الدور الاول ولا كيفاش نحسب انا ما راني فاهم والو. يعني هذه هي خرجنا من الدور الاول يقول لك جراو علينا من المغرب الدور الاول بدل الرئيس. انا والله شوف نكذب عليكم الا قلت لكم انا ما بقيت فاهم والو. علاش؟ كيفاش راه تمشي الرياضه في البلاد وكيفاش راه غاديه وفين راه غاديه الاتجاه ديالها وفين باغيه توصل ما بقيت فاهم فيها والو. وعلاش بغاو ينسحبوا؟ هذا السؤال اللي يعني تنسحب واش كاع حال ما بغيتوش الشعب يشوف تطور ديال بلاد المغرب، يعني تطور الازدهار الدنيا البنيه التحتيه الطرقات. هذا هو الحاجه الوحيده اللي بقات. انا نفكر هكا، انا مخي وراسي يقول هذا الاتجاه، ما كان حتى حاجه اخرى. ولا خايفين شي فتنه ولا خايفين الاغلبيه بهذا خايفين يشوفوا لي سوطيل الفنادق الطرقان يقول لك كيفاش انت كتقول لي هكا وانا غادي نمشي نتلاقاها. ولكن هي غادي تدوز احسن كاس افريقيا. كاين شعب غادي يجي من اوروبا، كاين شعب غادي يجي من افريقيا، كاين المنتخب الملعب غادي يكون ماشي عندنا ما تمشيش، كاين تونس كاين مصر. الشعب المصري غادي يكون حاضر، يعني مصر اصلا مصر عايشين في اوروبا كامل من اوروبا يودوا يتفرجوا على المنتخب المصري. كاين جاليه قويه في ايطاليا، كاين جاليه تونسيه، يعني هنا راك يديروا في البروباغندا حنا ما نشاركوش. وعلاش نجبدوا روحنا اي حاجه كانت في المغرب خصنا نجبدوا روحنا منها. يعني هنا تعرفوا بالهزائم، هزيمه مور هزيمه. انا الا صرات والاتجاه ديالها اللي راه غاديه فيه نسحبنا هي هزيمه هذه. هذا فيما نكره معينه ولكن الحاجه اللي غادي نفاجئكم بها انا غتكمل الملائكه يكملوا هذا الاستاد هذا فين غادي يديروا وجوهكم. هذاك اللي في 90,000 راه يدير بجوج ديالنا ملعب الراقي وراني نجمعهم بجوج 90,000 متفرج، والاخرين في 70,000 ديال الرباط. يعني هادو جوج استادات كافيه. زيد هذه مراكش، زيد هذه الدنيا، زيد هذه اكادير، يعني زيد الملعب الكبير اللي غادي يوجدوه غتكون تحفه معماريه من ديال الضرب الكبير. يعني هنا غادي نخسروا على راسنا لاكوب دافريك الجايه، لاكوب دومون الجايه، والجيل هذا اللي طالع هذو الاولاد اللي طالعين يجي واحد الوقيته لاكوب انسحبنا في كاس افريقيا في المغرب تاتو المغرب. ها هي علاش انسحبنا خليناه ما بغيناش نشاركوا. علاش؟ ما بغيناش نشاركوا صح ندبروا لك مشينا نشاركوا في كاس العرب يا خويا.
المهم انا واش غادي نقول لكم، انا راسي وجعني معكم، مرضتونا بالكذوب ديالكم، وهادشي انا كنت عارف بلا ما نشاركوش فيه، وكنت عارف بلا غادي نسحبوا اخر لحظه، ودرتوا لها السبه ضرب كاس العرب، نشاركوا في كاس العرب وغادي نشاركوا في لا كوب دو موند وما عندناش الوقت. المهم الله يجيب الخير. اش غادي نقولوا؟ ما باغينش الشعب باش يشوف المغرب بصح. انا هذا هو قريتي، انا فهموها كي بغيتوا، انا نقول لكم هذه هي القريه ديالي. واحد جوج ثلاثه ما بغيتوش الشعب باش يشوف المقابله، باش يشوف لا كوب دافريك ويشوف التطور اللي وصل له المغرب. هذه هي القريه ديالي هذه. انا والله ما نكرهها حتى بجهه. المهم الاولمبياد باري قربت. سكيتيوي يمكن راه ما بين 5 ديال اللعابه كبار، يعني عندك اكراد والحارس بونو وبونو وحكيمي والنصيري وصافي 5 هذول غادي يدي منهم واحد 3، يمكن بونو اكراد وحكيمي، ما مشكلش لي زاتاكو يزيد يدي. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.